تخيل معايا حنا في باريس عاصمة الأنوار وسط النهار والناس غادية جاية، وفجأة أشهر معارض سياسي في المغرب وواحد من أخطر الشخصيات على الأنظمة الاستعمارية في العالم غادي يتبخر، حرفيا غادي يتبخر، ماشي في شي غابة ولا في شي خلا، لا قدام الناس بمساعدة البوليس الفرنسي النيت. هذه ماشي قصة فيلم جيمس بوند، هذه هي قضية المهدي بن بركة، قضية اللي تسمات فضيحة القرن، اللي طيحت ريوس كبار وخلات الأزمة بين المغرب وفرنسا بقات لسنين. شكون اللي باع الماتش؟ واش بصح مات تحت التعذيب ديال أوفقير؟ وفين هي الجثة ديالو دابا؟ اليوم غادي نرجعو في الزمان ل 1965 باش نحلو الملف باريس، ملف بن بركة. جيب قهيوتك وركز معايا مزيان، حيت هاد القصة فيها بزاف ديال الخيوط المتشابكة. باش نفهمو علاش بن بركة كان خصو يتصفى بهاد الطريقة السينمائية، خصنا نعرفو شكون هو اصلا المهدي بن بركة. المهدي ما كانش مجرد معارض عادي كيغوص في البرلمان، المهدي كان الدينامو الحركة الوطنية، كان هو الموقع الأصغر سنا على وثيقة المطالبة بالاستقلال. من بعد الاستقلال بن بركة كان هو الرجل الثاني في المغرب من مور المالي. تخيلوا كان رئيس المجلس الاستشاري وكان كيمثل الحل الملكية الدستورية. ولكن هنا فين بدات المشاكل. الرواية ديالو كانت سابقة لوقتها وبغى يقلص من سلطة القصر. هنا غيوقع اصطدام كبير مع ولي العهد آنذاك الحسن الثاني. الصراع ما بقاش سياسي ولا صراع وجودي، إما الحكم الفرد أو حكم المؤسسات. وبن بركة اختار المواجهة وأسس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ومن ثم تحول من أستاذ رياضيات اللي قرر الحسن الثاني لأكبر عدو للنظام. بن بركة خرج للمنفى ولكن ما سكتش، بالعكس الصوت ديالو ولا مسموع في العالم كامل. السيد ولا نجم عالمي كيحضر المؤتمرات القارات الثلاث في كوبا. هذا المؤتمر كيجمع كل حركات التحرر في العالم ضد الإمبريالية وضد أمريكا. يعني بن بركة ما بقاش غير مشكل للمغرب ولا مشكل للCIA ومشكل للغرب كامل. التقارير كتقول باللي في 1965 بن بركة ولا كيتشاف كتهديد وجودي. القرار تخاد في شي بيرو مظلم، هاد السيد خصو يسكت والابد ولا كاين كيفاش يجيبوه للمغرب وهو محمي وشخصيات عالمية. هنا فين غتبان الخطة الشيطانية. الخطة كانت بسيطة ولكن عبقرية. بن بركة عزيز عليه الثقافة والسينما وعزيز عليه يوصل صوته لنظام العالم. استعملوا واحد الطعم صحافي ومنتج فرنسي تواصل مع بن بركة وقال ليه بغينا نديرو فيلم وثائقي ضخم على إنهاء الاستعمار وبغيناك تكون مستشار تاريخي. بن بركة بحسن نية أو ربما بالثقة الزايدة قبل العرض. الموعد كان نهار 29 أكتوبر 1965 في واحد من أشهر المقاهي في باريس، بارسي ليب. المكان عام وسط باريس، زعما الأمان تما. ولكن اللي ما كانش عارفو المهدي هو أن الذئاب كانوا كيتسناوه. الساعة 12:30 ديال النهار بن بركة غادي للموعد ومعاه طالب مغربي سميتو تهامي أزموري. قبل ما يوصل لباب القهوة وقفوا عليه جوج ديال الرجال، ماشي عصابة وماشي مافيا، وقفوا عليه جوج بوليس فرنسيين بالزي الرسمي وبالبطاقة المهنية. مسيو بن بركة، عندنا موعد معاك في الكوميسارية، غير شي وراق وصافي. بن بركة شاف البوليس ارتاح، قال هادي غير إجراءات روتينية. ركب معاهم في الطوموبيل ديال البوليس. الطوموبيل تحركات ولكن ما مشاش للكوميسارية، مشات لواحد الفيلا مظلمة في مونتي لوفي كونت. هذيك كانت آخر مرة تشاف فيها المهدي بن بركة. المكان عمومي وتم بدات الحفلة الدموية. وصلوا للفيلا وسلموه لواحد العصابة فرنسية كتعامل مع المخابرات المغربية. ومن بعد دخلت العناصر الثقيلة. المصدر والتحقيقات الفرنسية من بعد كتقول باللي وزير الداخلية المغربي آنذاك الجنرال محمد أوفقير ومساعدي أحمد دليمي طاروا لباريس في طيارة خاصة. شنو واقع لداخل الفيلا؟ كاين بزاف ديال الروايات ولكن كلها كتتفق على حاجة وحدة: التعذيب. واحد من الروايات كتقول ان أوفقير دخل عليه وبدا كيستنطقو بوحشية، ولربما الضرب ادى للموت ديالو بلا ما يقصدو، او ربما كانت تصفية مقصودة بدم بارد. السيناريو المرعب هو ان بن بركة مات وسط ديك الفيلا، وسط تواطؤ فرنسي وصمت دولي. دابا السؤال اللي كيحير العقل: واش المغرب بوحدو اللي دار هادشي؟ تحاليل التاريخ كتقول لا، مستحيل المخابرات المغربية تحرك الكوميسير والبوليس الفرنسي في قلب باريس بلا ضوء أخضر أو على الأقل غض الطرف من جهات عليا في فرنسا.
قضية بن بركة خلات رئيس فرنسي شارل ديغول كيخرج ويدين العملية، ولكن التحقيقات بينت أن الجهاز الموساد الإسرائيلي كانوا عارفين وربما عاونوا في التتبع. الكل كان باغي يتهنى من مبارزة العالم الثالث. فرنسا بغات تحافظ المصلحة ديالها مع المغرب، أمريكا بغات تتهنى من الشيوعية في إفريقيا، والنظام المغربي بغا يقطع راس الأفعى. الرواية تضاربات، شي كيقول جوج تدوبات بلاصيت في فيلا بحال داكشي ديال المسلسلات، شي كيقول تدفنات تحت شي طريق في باريس، وشي روايات وهي الأكثر رعبا كتقول إن الجثة ديالو تنقلات للمغرب وتدفنات في معتقل سري أو حتى تم التخلص منها في الطيارة. السر الحقيقي ماشي مع اللي ماتوا. وفقير مات أو تقتل في 72، دليمي مات قصيدة 83، وحتى الشهود الفرنسيين ماتوا في ظروف غريبة. قضية المهدي ماشي غير جريمة القتل، هذه درس في التاريخ كيبين لنا كيفاش الدول مهما كانت الديمقراطية بحال فرنسا ممكن تبيع مبادئ في لحظة المصلحة، وكيبين لنا كيفاش المعارضة الحقيقية كيكون الثمن ديالها غالي بزاف. بن بركة مات ولكن الأسطورة بقات حية، واليوم العائلة ديالو مازال كيتسناو سؤال واحد بسيط: فين هو با؟ هذا الملف كيبقى وصمة عار في جبين العلاقات الدولية، ولغز صعيب يتحل ما دامت المصلحة الدول فوق الحقيقة وفوق الجميع. إلا عجبتكم الحلقة وبغيتو نغرقوا أكثر في ملفات التاريخ السياسي المغربي اللي متقراش في المدارس، خليو لينا رأي ديالكم في الكومنتات، وما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس حيت التاريخ مازال مخبي بزاف. نتشوفوا فيديو جديد وتهلاو في راسكم وبسلامة.